خالد بن الوليد اتولد في مكة من قبيلة بني مخزوم، القبيلة اللي كانت مسؤولة عن الحرب والخيل والسلاح. أبوه الوليد بن المغيرة كان من كبار قريش، واللي الناس كانوا بيسموه ريحانة قريش. خالد اتربى في الصحراء علمته الصبر، التركيز، الملاحظة السريعة، وقوة القرار تحت ضغط، وكل ده خلى عقله أسرع من أي حد حواليه. من صغره كان فارس شجاع، يتعلم القتال والفروسية، وده اللي خلاه مميز من بدري قبل ما يدخل الإسلام. أول اختبار ليه كان في غزوة أحد قبل ما يسلم. وقتها كان قائد فرسان قريش ومعاه حوالي 200 فارس. المسلمين كانوا قريبين من النصر وقريش كانت بتهرب، بس خالد شاف حاجة محدش شافها. الرمال اللي الرسول كان حاططهم على الجبل نزلوا عشان الغنيمة. خالد عمل مناورة التفاف ذكية ولف بالفرسان من ورا الجبل وظهر فجأة ورا المسلمين. الحركة دي قلبت المعركة، ودي كانت أول لحظة الناس فيها قالت عن خالد: الراجل ده دماغه أسرع من سيفه.